البنت المجتهدة والبنت الكسولة. تعالوا يا صحابي بينا نعرف مين البنت المجتهدة ومين البنت الكسولة. بتعمل ايه البنت المجتهدة وبتعمل ايه البنت الكسولة؟ حكايتنا بتبدأ في بيت كبير يا صحابي. كان فيه أب، ولما مراته ماتت كان معاه بنت جميلة وما كانش عايز يسيبها لوحدها، فراح اتجوز تاني وخلف من الست دي بنت كمان. الست مرات الأب يا صحابي كانت بتعامل البنت دي بطريقة وحشة جدا، وكانت بتخليها تنظف وتمسح وتكنس وتعمل كل حاجة يا صحابي. وفي يوم راحت الأم قالت احنا كده المصاريف مش مكفيانا ومش عارفين نعمل ايه ونتصرف ازاي. وراحت يا صحابي عند البنت مرات جوزها وقالت لها روحي اشتغلي عند أسرة غنية وهاتلنا الفلوس، وانت تفضلي قاعدة كده مكانك ولا ايه؟ فراح الأب قال طب ما تبعتي بنتك، هي لازم بنتي يعني؟ راحت يا صحابي الست قالت له اصل بنتي جميله وخايفه لحسن توسخ ايديها او رجليها، بشرتها بشرتها حساسه لحسن تتوسخ ولا حاجه، لكن بنتك عادي ما بتنضف وبتكنس كل يوم، ما مش هتجرى لها حاجه بشرتها. الاب يا صحابي اتضايق، بس هو عشان كان كبير في السن ما قدرش يتصرف ولا يعمل حاجه. راحت يا صحابي البنت طلعت بره البيت، وحتى لما البنت راحت تاخد معاها شويه ميه وحاجات اكل تسندها في الطريق، الام قالت لها اوعي يا بنتي، هو انت هتاخدي اكل بنتي ولا ايه؟ سيبي الاكل ده بتاع بنتي. راحت البنت فضلت البنت ماشيه في الطريق، وكانت وهي ماشيه لقت شجره كبيره، وكانت فراها يا صحابي بايظه خالص وتلفانه زي كده. وراحت قالت لها انت لو قطعتي الاغصان الجافه بتاعتي ورميتيها زي الاغصان دي، انا لما تيجي تعدي عليا تاني هردلك الجميل وهديكي ثمر من اللي انا هطلعه. فالبنت طلعت فوق الشجره وقعدت تحوش الاغصان دي وراحت قفزت ترمي في الارض لحد ما كل دول بقوا في الارض. الشجره اتبسطت وقالت لها شكرا. فضلت البنت ماشيه لقيت شجرة كرمة بتموت وعجوزة ومش قادرة. قالت لها يا بنتي ساعديني أنا مش قادرة أنا بموت أرجوكي اطلعي عليا فوق زي الشجرة دي. صحابي اطلعوا عليا من فوق وانقذيني وحوشي الفروع بتاعتي الزيادة عشان أقدر أعيش وأطلع الكرمة الجميل. وفعلا يا صحابي فعلا البنت قعدت تقطع في الورق البايظ. وبعدين يا صحابي البنت الشجرة بقت حلوة، بس كانتش لسه طبعا طلعت الثمر. فضلت البنت ماشية لقت فرن جميل، بس الفرن ده يا صحابي كان بايظ، كان فيه شروخ وشقوق وحاجات كتير كده. طيب قال لها لو سمحتي يا بنتي، لو سمحتي ساعديني تحنني عليا واعمليني صلحيني، وانا في يوم هردلك الجميل وهديكي كعك وخبز وحاجات حلوه قوي لما اشتغل. فعلا يا صحابي البنت راحت جابت ميه وحطتها على الطينه، قعدت تخلطهم كده على بعض، تخلطهم على بعض لحد ما بقت طينه، وقعدت لقيت هنا فراغ، شايفين الفراغ؟ راحت قاعدة تعمله بالطينة مفيش فراغ خالص، لحد ما ملت كل الشو بتاع الفرن قال لها شكرا يا بنتي عشان ساعدتيني، انا اول ما اطلع اكل جميل وتكوني معدية من هنا تاني انا هديكي. وفعلا يا صحابي بس قال لها طيب بس انت كده ايديك اتوسخت ولبسك اتوسخ، هتعملي ايه؟ انا اسف عشان وسختلك لبسك عشان انت ساعدتيني، شكرا خالص. قالت له ولا يهمك، انا كده كنت عايزه اغسل ايدي ولبسي عشان انا لما ساعدت الكرمه وساعدت الشجره اللي هي كان فيها اغصان برضو اتوسخت، فانا كده عايزه اغسل لبسي وايدي. مشيت شويه لقيت بير كان موسخ وقديم قوي. راح البير قال لها ارجوكي يا بنتي ارجوكي حطي عليا
قالت له حاضر، جبت الميه وقعدت تعمل عليه ونضفته. وراحت هي كمان غسلت لبسها وغسلت ايديها ونضفت وشها ومشيت. وهي ماشيه يا اصحابي كمان لقت كمان كلب كان موسخ ومعفن خالص ومطير. قال لها الكلب لو سمحتي اغسليني يا بنتي، اصل انا كنت بلعب في الطينه وما لقيتش اللي يسحبني. اصل هو يا اصحابي الكلب كان صغير خالص. اول يا اصحابي ما صحمته كانت هنا المفاجاه. الكلب بقى لونه ابيض وجميل كانه كلب لولو لسه مشترياه، وسابته ومشيت. ووصلت يا جماعه يا اصحابي لبيت كبير قوي. كان يا اصحابي فيه 7 جنيات. فهي قالت لهم ينفع ارتاح عندكم النهارده وامشي بكره؟ قالوا لها هو انت اصلا كنت جايه عشان ايه؟ انت ماشيه كده في الغابه على ايه؟ قالت لهم اصل انا كنت بدور على شغل ومش لاقيه شغل، عايزه اشتغل في بيت انضف البيت. فراحوا ال7 جنيات قالوا لها خلاص انت هتنضفي البيت ده، بس هتروقي منه 6 اوض بس. لو روقتي الاوضه ال7 او فتحتي الاوضه ال7 دي هتبقى حاجه خطيره جدا جدا جدا. ايه اللي حصل يا اصحابي؟ ان هي ما كانتش حتى بتبص للاوضه حتى السته، ولا بتشوف هي مالها او عامله ايه او عامله ازاي، ولا حتى بتفكر حتى ان هي تبص لها. وكانت كل يوم تروح جايه كده عند الاوضه دي وتنضفها، تنضف دي تسيب دي لغايه ما عدى سنه. وهي قالت لهم يا جنيات انا عايزه اروح لبابايا، انا عايزه امشي. راحوا الجنيات قالوا لها خلاص ماشي تعالي ورايا. ايه البنوته يا حلوه؟ جت البنوته وقعدت. الجنيات ادوها كيس مليان فلوس وذهب، وقالوا لها عشان انت كنت شاطره وبتسمعي الكلام. المفاجاه هنا بقى يا اصحابي، هتدخلي الاوضه ال7 اللي عمرك ما دخلتيها. تعالوا يلا بينا يا اصحابي نعرف الاوضه كان فيها ايه. كان فيها يا اصحابي ذهب والماس ولقالق وحاجات جامده جدا. وفعلا يا اصحابي اول ما البنت راحت الجنيات قالوا لها ايه ده، ودخلي نفسك كده اهو، يعني دي يا جماعه كانها الاوضه ماشي. راحت هي نامت كده اهو، وراحت اتدحرجت كده وكل يا اصحابي الذهب اللي لزق فيها خدته معاها وهي مروحه. قابلت مين؟ تعالوا يلا نعرف. قابلت الكلب اللي كانت ساعدته قبل ما تروح البيت. وتخيلوا يا اصحابي كان ماله، كان فيه تاج من اللقالق على راسه وكان جسمه مليان لقالق. وقال لها عشان انت يا بنوته ساعدتيني زمان، تعالي انا هديكي لقالق من اللي معايا. بقت كده يا اصحابي معاها فلوس وذهب ولقالق والماس وكل حاجات حلوه. وهي ماشيه كمان لقيت البير. قال لها تعالي اشربي من الميه بتاعتي، ده انت تلاقيكي عطشانه. فعلا البنت شربت الميه. وبعدين يا اصحابي راحت وهي ماشيه كمان لقيت الشجره اللي بتاعت الكرمه اللي هي ساعدتها. الله دي مطلعه كرمه. راحت مدياها عصير كرمه، ابريق كبير زي كده اهو، مدياها ابريق كبير قعدت تشرب منه لحد ما شربت. وكمان اخذت معاها كوبايتين صغنطتين مليانين كمان يا اصحابي عصير الكرمه لباباها ولمامتها. وهي ماشيه كمان لقت شجره الكمثرى اللي هي ساعدتها الجميله. بقت يا اصحابي مليانه كمثرى كتير قوي. راحت قالت لها تعالي خدي كمثرى طازه دي جميله قوي كليها. راحت قعدت تاكل وحطت شويه في الكيس لباباها. وراحت للاسره بتاعتها وكانت مبسوطين خالص وما ادوش للام الشريره اي حاجه. الام الشريره اتغاظت، ايه ده، واو دول اغنياء، دول بقوا مليونيرات، انا لازم اعمل حاجه. بعتت يا
بنتها هي كمان تعمل زيها. البنت يا اصحابي التانية مرات الام الشريرة راحت فضلت ماشية، لقت شجرة الكمثرى اللي كانت بايظة، وقالت لها ارجوكي ساعديني. قالت لها لا، هو انا اوسخ ايدي؟ استحالة اوسخ ايدي عشانك. ومشيت وقابلت شجرة الكرمة اللي بتموت اللي مش قادرة وما ساعدتهاش. قابلت يا اصحابي الفرن ومرضتش يا اصحابي تساعده ولا تصلحه. ومشيت يا اصحابي ولقت البير ومرضتش تشرب ماء ومرضتش تغسله. ومشيت ولقيت الكلب ومرضتش تغسله في النهر زي ما البنت التانية عملت. وفضلت ماشية ووصلت للبيت الكبير يا اصحابي ولقيت فيه 7 جنيات. قالوا لها زي ما قالوا للبنت التانية ما ينفعش تدخلي الأوضة الستة. ويا اصحابي في يوم بصت كده على الأوضة الستة، أنا عايزة أدخلها، هو يعني اللي فيها حاجة يعني لما أدخلها؟ فتحت الباب ودخلت لقت إيه بقى؟ ما لقيتش زي ما البنت التانية لقت، دي لقت جراد وضفادع وتعابين وحاجات معفنة وقعدت تلزق فيها وتردها. البنت طلعت تجري 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 مش قادرة تستحمل. لقيت الكلب اللي مليان لقالق، قعدت تجري وراه تاخد لقالق، راحت اتكعبلت واتشنكلت وما كانتش قادرة تقوم خالص ورجلها كانت ماشية وجعاها خالص. ولقيت كمان البير كان مليان مية ساقعة وحلوة قوي. جت كده عشان تشرب، جت تشرب كده من المية. البير كل ما تيجي تشد الحبل عشان تشرب مية، المية بدل ما هي كده تروح نازلة تقطع كده تنزل تحت. وكمان يا اصحابي لقيت كمان الفرن الجميل اللي مرضتش تصلحه، لقيته مليان حاجات حلوة، كب كيك بقى وكيكة وعيش وحاجات، وهي كانت على لحم بطنها. أي حاجة تيجي تلمس تتلسع، الفرن يطلع عليها نار. وحزنت وكانت عمالة تعيط وكانت هتموت من العطش. قعدت تمشي وهي ماشية يا اصحابي لقت كرمة. أول ما لقت الكرمة كانت عايزة تشرب من العصير بس قالت لها لا، وكانت عايزة تاكل من الكمثرى بتاع الشجرة